غلطات بنعملها مع أولادنا وبناتنا الأطفال بتزود جدا فرص إن هم يبقوا كدابين بامتياز في المستقبل. الغلطة الأولى القسوة عند الاعتراف. أما ابني يجي يعترف لي بغلطة أقوم ماسكه مبهدله وكأنها الفرصة الأخيرة لتربيته، مع إني كان المفروض أقدم أقصى درجات التنازل عشان أعلمه إن الصدق هو اللي هينجيه من أي مشكلة. الغلطة التانية التساهل مع الكذب، وأحيانا للأسف الاحتفال بيه. يعني ابني مثلا جاب 1/10، قام عامل دايرة في الواحد من فوق مخليه 9، واخد استيكر من كراسة زميله ولازقه. اقعد انا احكي القصة دي لكل الناس واتندر بيها قدامه على ان ابني ذكي وعرف يضحك عليا، مع ان دي كانت فرصة هايلة ان انا اديله درس ان 1/10 مشكلة ليها حل هنقدر نصلحها ان شاء الله، انما المشكلة اللي ملهاش حل انك تبقى كذاب. الغلطة الثالثة والأخيرة المطالبة بالكذب. أما بابا يسألك قل له كذا بدل الحقيقة، أما ماما تسألك، أما جدتك تسألك، ونطالبه إحنا بأنه يكذب وكأننا بنمرنه على فن الكذب. أرجوكم يا جماعة تجنبوا الحاجات دي عشان ما نبقاش بنحضر للدنيا كذابين بإيدينا.